الدوري وقف وخلاص، المنتخب المفروض يلعب يوم 5/9 والماتش التاني يوم 9/9، ونتفاجئ بخناق بين الكابتن عصام الحضري ومعه كابتن احمد حسن الصقر والكابتن شوبير. ولما اذكر الثلاث اسامي دولت انا بذكر تاريخ في كرة القدم، انا مش دعوه بالحاجه الشخصيه، انا بتكلم اسامي ورموز في كرة القدم. يعني عصام الحضري من احسن او من هو من الاجوان اللي ما جاتش مصر ولا هتيجي في مصر وفي افريقيا، اسطوره. احمد حسن قائد المنتخب، واخد بطولة كأس افريقيا مع المنتخب 98 و2006 و2010 و2008 و2010، حاجه برده كده رمز، وكان قائد المنتخب ايام حسن شحاته. نتكلم عن كابتن شوبير، كاس العالم للمنتخبات مع مصر 90، وجون منتخب وجون الاهلي ويعتبر كابتن عصام الحضري، ما هو اللي مستقبل عصام الحضري. الخناقه بقى بدات بقى ازاي؟ يعني الخناقه بدات ان عصام الحضري بيتدرب هو احمد حسن، مع حفظ الالفاظ يعني، حفظ الالقاب يعني. خلوا الاثنين ماشيين بيتدربوا مع بعض، ففي تقريبا حاجه بين عصام الحضري وحسام حسن. فكل شويه يطلع يعمل فيديو يقول لك ايه، العميد الاصلي العميد الاصلي. يا عم عميد لواء، ده عميد وده عميد. يرمي كلام على كابتن حسام. طب انتوا منتخب مصر، وده منتخب مصر. منتخب مصر راح بيمثل مصر في كاس العالم، وده منتخب مصر راح يمثل مصر في كاس العالم. يعني مصلحه واحده يعني. يطلع كابتن شوبير، هو كابتن حسام حسن ما ردش، يطلع كابتن شوبير: يا جماعه ما ينفعش ترموز، وانتوا. يوم طالع كابتن حسام الحضري كاتب قصيده بوست وكيمي كيميكا وكيمي كيميكو والفتنه يوم طالع كابتن شوبير: فتنه ايه وقطايف ايه وكفته ايه وانا لا اجادل الجهلاء. يطلع كابتن احمد حسن عمل بوست برضك: انت المفروض يا كابتن شوبير كنت نصحتني معاك رقم تليفوني بدل ما تنصحني في العلن والفتنه. هو ده مستوى الرموز عندنا في مصر. يعني ثلاث اسامي تقيله في كره القدم، ورموز تقيله في كره القدم. ده مستواهم، وده مستوى الاعلام بتاعنا. يعني كابتن احمد شوبير دلوقتي بقى اعلامي، احمد حسن اعلامي، عنده برنامج، وعصام الحضري بيجي